السلام عليكم. أهلا بكم إخواني المهتمين بسيارات ذوي الهمم والمهتمين باستيراد السيارات من المواقع الكورية. الفيديو ده هيكون استكمال للفيديو السابق اللي اتكلمنا فيه عن ايه ارخص العربيات او ارخص السيارات اللي ممكن تجيبها من السوق الكوري وماشيه في مصر، والعربيات لها قطع غيار متوفره وفي الصيانه معروفه. الفيديو اللي فات انا ما كنتش كملت كل العربيات لان طبعا الفيديو كان زمنه طال جدا، فانا ما بحبش اطول زمن الفيديو عشان برضو ايه اللي يشوف الفيديو ما يزهقش. ان شاء الله الفيديو ده هنحاول نكمل برضو عدد من العربيات. احنا كنا اخر حاجه المره اللي فاتت اتكلمنا عن الاس يو في اللي هي شيفروليه تراكس. هنتكلم عن كمان عربيه النهارده اس يو في، وهنكمل برضو في بعض العربيات الصغيره اللي ممكن سوق اللي سعرها يناسب السوق المصري او يناسب رينج الاسعار المتاح مع الاغلبيه في الوقت الحالي. هنبدا كده بعربيه اللي هي ساو يونج تيفل. طبعا العربية موجودة على موقع انكار، هنجيب الموقع قدامنا. بالمناسبة الموقع من اليوم انا حاسس ان شكله اتغير، عشان تبقى الناس برضو عارفة شكل الموقع في الفتح اتغير شوية يعني عن حتى الفيديو اللي فات. بقى الشكل الجديد ده. طبعا هو مفيش اختلاف خالص في الموقع من الداخل، الموقع هو نفس الاوبشن ونفس اللي احنا عملناه في الفيديوهات اللي فاتت، ولكن بس هي الشكل العام بتاع الموقع اتغير. انا قلت انوه له عشان الناس لما تيجي تفتح الموقع ما تستغربش. هفتح العربية على طول بقى عشان الوقت. طبعا لما تفتح الموقع هتلاقي برضو الشكل العام، بقى الشكل اللي قدامك ده يعني شكل جديد منهم هم، ممكن يكون اتغير لوقت معين او ممكن يكون ده من الشركة نفسها بتاعته. طيب هنفتح بس طبعا البحث زي ما هو بحث مركبة. تمام خلاص بقى اخش بقى اجيب العربية اللي انا عايزها. اختصارا للوقت انا جهزت طبعا اكتر من عربية ان احنا هنحطهم في الفيديو بتاع اللي انا هنعمله ده. دي تساوي يونج توفل. البحث بتاعها سهل جدا، بتخش بحث مركبة. تمام. اسم الساو يونج شركة التصنيع اللي هي شركة النقل التنقل او ساو يونج اللي هي اختصار بتاعها كي جي. خلاص بخش على الساو يونج. اول موديل اللي هي التيفولي دي اول واحدة في الساو يونج. سعرها بالنسبة للاس يو في برضه سعرها معقول، وبدأت تنتشر في السوق المصري. يعني انا كنت اخر اجازة ليا في مصر شفتها ما شاء الله مالية القاهرة، يعني شفت عربيات منها كتير. هناخد نموذج مثلا من 15 ل 17 ده، والبحث اهو. ادي كل العربيات زي ما انتم شايفين، في 10 مليون ونص. طبعا 10 مليون ونص في دي 7 مليون بوينت 9، في اسعار منها 8 مليون. يعني كاس يو في بالنسبه للعربيات لا عربيه كويسه جدا، وعلى فكره عربيه معروفه في السوق المصري. هو حتى كان في كلام ان الناس بيقول انها صيني، لا هي مش صيني. الفحص الاداء ما شاء الله نشوف الفحص بتاعها. فيها باب وفيها رفرف. دي العربيه دي كمثال يعني موديل 2016. طبعا موديل 2016 كويس جدا. اهم حاجه بركز عليها دايما الازاحه بتاع العربيه كام سي سي. كام سي سي 1597، يعني تنزل عادي مفيش منها اي مشكله. بص بقى لكميه الاوبشن الموجود في العربيه. مكيف هواء، كاميرا خلفيه، جهاز استشعار حساسات خلفيه، المصابيح الاماميه، فتحه سقف موجوده فيها، مقاعد جلد، جهاز التهويه، مقعد جلد، مقعد جيد التهويه، سخانات كراسي، فيها جي بي اس، فيها المفتاح السمارت كي. ما شاء الله العربيه اوبشن بتاعها حلو قوي، يعني مقارنه بسعرها لا الاوبشن بتاعها عالي قوي. وقطع الغيار بتاعتها اتوفرت في مصر لان بدات تتعرف في مصر. وما شاء الله العربيات اللي هي كويس، فيها شاشه زي ما حضراتكم شايفين. العربيه ما شاء الله العداد بتاعها يمكن دي عالي شويه فوق ال 108، بس ممكن بعد الفحص يبان برضه حاجات كتير.
المهم يعني العربية من عربيات الاس يو في اللي ممكن تعتمد عليها كويس جدا، وتقدر تدفع، يعني الناس كتيرة تبقى في متناول الجميع بالنسبة للاس يو في. هنبدأ بقى في كام عربية صغيرين كده ان ممكن برضو يناسبوا الناس واسعارهم معقولة. هنتكلم عن الاي 30 او الاي 30 بالنسبة للهيونداي. طبعا بالنسبة للاي 30 البحث بتاعها مفيش اي مشكلة منه، انت بتختار الهيونداي وبتلاقي الاي 30 مكتوبة واضحة، مفيش اي خلاف في المسمى بتاعها. هنفتح اي عربية منهم، دي 7 مليون 999 يعني تقريبا 8 مليون. دي عربية منهم اهي. العربية سعرها كويس بالنسبة للسوق المصري، معروفة. هي برضو حجمها صغير شوية بالمقارنة بالافانتا، يعني هي اقل منها شوية، لكن طبعا مع الزحمة بتاع الشوارع والكلام ده عربية عملية مش وحشة. موديل 2012، الفحص بتاعها سليم 100%، هو ما فيهاش اي مشكله كعربيه بالنسبه للسوق المصري. لا، الاي 30 معروفه ولها اسمها وما شاء الله عربيه حلوه وتقدر تعتمد عليها. نشوف بس التأمين بتاعها، نشوف تاريخ التأمين. معذرة، مواصفات العمل السيارة أقل من 1600 سي سي. خلي بالنا بس دايما ان الوقود يكون غازولين. هو الديزل برضه اعتقد بقى ماشي في مصر يعني، بس انا بنبه اللي مثلا عايز بنزين ما يختارش، لان دايما بيبقى الديزل اسعاره اقل في السعر، فانت ممكن يعجبك عربيه وتفرح ان هي اسعارها رخيص لكن تكون ديزل، فركز دايما مع دي. وبرضه مع الغيار، الناس اللي بتحب اوتوماتيك تركز دايما مع الغيار. دي بالنسبه للاي 30. زي ما قلنا العربيه ما شاء الله اسعارها لو بصينا على رينج الاسعار بتاعتها 7 مليون 300 8 مليون 300، يعني دي مثلا سعرها كويس. دي هي 8 مليون 700 وفيها فتحه سقف. الاسعار بتاعتهم كويسه جدا وانتاجهم كوري محترم جدا، يعني ممكن تعتمد عليه. برضه في عربيه تانية أنا يعني في ناس كتيره جدا بتسالني عليها، يعني انا كوجهه نظري هي العربيه دي ممكن تبقى شبابي اكتر، يعني عايزه واحد مثلا شاب هو وزوجته بتبقى اسره صغيره الكلام ده، لان طبعا هي باب واحد اللي هي الفولستر، هيونداي فولستر. العربيه دي بتكون بابين اتنين، واحد يمين واحد شمال، والباب طبعا بتاع الشنطه. هي عربيه عاديه ممكن عادي بيركب اسره وكل حاجه، بس طبعا مع السن الكبير ومع الناس اللي هي يعني بيبقى حركتها قليله او عنده مريض او كده، يعني بتبقى فيها صعوبه شويه في الركوب في الجنبه اللي وراه اللي مش متعود عليها كمان. ولكن انا قلت هعرضها برضو للي يحب يقتنيها. العربيه هيونداي فولستر عفوا. اسعارها كويسه جدا على الموقع انا شايفها، والعربيه ما شاء الله يعني انا شايف انها ممكن ماشيه في السوق المصري كويس قوي وناس كتير حباها. اما نفتح دي تمنها كويس برضو، ممكن ان انت تشتريها. فحص الاداء بتاعها كويس جدا، دي فيها رفرف بس يعني معقول. برضو نشوف الازاحه بتاعتها كلها اقل من 1600 1591. عربيه معقوله جدا. برضو فيها اوبشن كويس، بيبقى فيها المكيف، فيها الكاميرا، فيها الكلام. طبعا برضو في منها اللي هي اعلى فئه زي اي عربيه، فيها فئات كتيره ممكن تختار انت منها الفئه اللي تناسبك. عربيه هيونداي فولستر من العربيات اللي برضو نشوف اسعارها 9 مليون 300 9 مليون 700. بتدور بقى بتشوف اللي يناسبك وبيناسب الرينج السعر اللي معاك. طيب في حاجه هنا 6 مليون، تمام. احنا مش هنفتح عربيات، انا بدي بس اللي هو الرينج القليل وحضرتك اختار العربيه اللي تناسبك. العربيه اللي بعد كده ومن العربيات المعروفه في السوق المصري ولها اسم كويس جدا وناس كتير بتحبها، اللي هي الكيا سول. طبعا الكيا سول للمعلومه برضو اما هتيجي تدور، يعني اما اجي ادور هنا في البحث، بحث مركبه، واروح للكيا، شركه تصنيع الكيا، هتدور هنا على السول مش هتلاقي حاجة اسمها كيا سول. هي موجودة باسم كيا روح. نشوف كيا روح فين. نفال صباح. معذرة، هي الترجمة بتاعة الموقع هو بيترجم، جوجل بيترجم من اللغة الكورية،
للغه العربيه. طبعا في حاجات كتيره جدا ما بتبقاش واضحه، يعني كيا روح اهي عليها كده، انزل تحت اجيب الموديلات بتاعتها. طبعا هتلاقيهم ظاهرين اهو، بدات تظهر الاسم نيو سهوله اهو من 13 ل 16 مثلا. هاخد الفئه اللي هي من 13 ل 16 دي، هيطلع لي 50 عربيه. يعني لما تبص لها بالنسبه للفئه بتاعتها، ناخد اول عربيه دي نشوفها كده اللي هي 8 مليون 900. إيه، فحص الاداء اهم حاجه. طبعا دي لا، لا حدش ياخد دي خالص، انا بس ده كمثال. لا دي اللي زي دي لا، انا بستبعدها دايما لان ما شاء الله فيها تكسير كتير يعني. طيب خلينا بس في الحاجه المهمه بتاعتنا، تاريخ الازاحه. ب 1000 اقل من 1600 واضحه جدا اهي، 1591. اوبشن العربيه زي ما انت شايف، مكيف الهواء، كاميرا، فما شاء الله اوبشن كتير جدا تقدر تشوفه بنفسك. طبعا قلنا العربيه دي بلاشها، ممكن نشوف عربيه تانية. دي طبعا عشان سعرها رخيص شويه، 9 مليون مثلا. دي عايز بس اشوف عربيه فحصها كويس عشان برضه نتكلم عليها. دي مثلا 2014، الفحص بتاعها زي ما حضراتكم شايفين مفيش فيه اي مشكله. اما بختار عربيه، لكن اللي فاتت دي لا. يعني اما اشوف العربيه دي يعني عشان رخيصه شويه، الاقي العربيه دي يعني في الغالب ممكن تكون حادثه جامده، لان ما شاء الله الباب والعتب من قدام ومن الشنطه وحتى الجانب الخلفي لا، وحتى من تحت تقريبا البمفر الخلفي ممكن تكون كانت مقلوبه، ممكن تكون كان حادثه. احنا مش هنقعد نحلل ايه الاسباب، المهم انت اختار العربيه اللي هتقعد معاك 5 سنين ما يبقاش منها مشاكل. دي احنا بنقوله دايما بصرف النظر. لكن الكيس والكفاءه وكاسعار بالنسبه لاسعار غيرها لا، عربيه كويسه وبعد ايه، واسعارها كويسه على الموقع، وبعدين عربيه عاليه يعني مش واطيه قوي زي العربيات التانيه. اخر عربيه معانا في الفيديو ده عربيه كيا برايد. كيا برايد من العربيات المعروفه في السوق في مصر، لها اسم كويس وقطع غيارها متوفره. عربيه ظريفه من الاقتصاديه في البنزين، قطع غيارها معروفه والصيانه بتاعتها كويسه. واسعارها على الموقع لما تشوف 5 مليون 800، 5 مليون 700. اسعارها كويسه. في منها بيبقى في موديلين اتنين، في اللي زي ده سيدان عادي اهون، وفي الهاتشباك اللي هو شبه ده. تمام. كيا برايد هتلاقيها باسم الفخر الجديد. دي المسمى ليه؟ يعني زي ما وضحنا قبل كده ان الموقع بيترجم بمزاج. اما اقول مثلا كيا الفخر الجديد او الفجر الجديد، طبعا اللي هي الفخر دي، اضغط عليها هتجيب لك كل موديلات البرايد. طبعا كل الفخر الجديد انا باخد مثلا من 11 ل 15. ماشي، طلع 131 عربيه، ممكن ما يجيبليش نفس البحث اللي فات. تعالى هنا في مثلا دي 5 مليون 800، دي هاتشباك بالمناسبه. بص على العربيه كده، الفحص بتاعها برضه فيها تكسير كتير، يعني احنا بنقول دي مثال. طيب نشوف تاريخ التأمين بتاعها. تاريخ التأمين اللي انا دايما ببص على الجزئية دي اللي هي كام سي سي. ان خلي بالك بيبقى في ساعات عربيات نفس الفئة وتبص تلاقي ممكن الازاحة بتاعتها اكتر من 1600. انت بتدور دايما في ال 1600 سي سي. لو خدنا دي مثلا سيدان اهي 7 مليون، سعرها كويس جدا. 2014 تمام، مفيش مشكلة، اي مشكلة فيها، والعربية كويسة ممكن تمشي مع الناس. تعالى كده نشوف الاوبشن بتاعها. فالمكيف، فيها كاميرا خلفيه، جهاز السنسور خلفي، مقاعد الجلد، تسخينات كراسي. طبعا كل عربيه ولها الاوبشن بتاعها، انت بتشوف بقى الاوبشن اللي يناسبك على قد فلوسك. تمام. فيها جنطه اهي، العربيه من الداخل بس عايز اوريها لكم ما شاء الله. فيها الشاشة، الأوبشن بتاعها مش كتير زي العربيات التانية، بس هي ممكن بتمشي الغرض. يعني دي مثلا فيها ميزة هي 31605، ما كملتش 32000 كيلو، دي برضو يديها ميزة. طبعا احنا مش بنفرض أي حاجة على حد، اختار العربية اللي تناسبك بالشكل بالسعر اللي أنت عايزه، احنا بنحاول نوجه الناس والموضوع لك مطلق الحرية.
اتمنى ان الملاحظات بتاعتي تكون مفيدة للناس، وارجو الدعم في القناة من الناس عشان نقدر نستمر. وانا بحاول كل فترة احاول اجمع اكبر كمية من المعلومات بالاخص لاخواتنا ذوي الهمم، لان موضوع شراء السيارة اصبح امر ليس بهين مع ذوي الهمم، لان طبعا المبلغ دلوقتي بقى المبلغ كبير وهو في احتياج للسيارة اكيد يعني. فاحنا بنحاول بقدر المستطاع ان نوصل لافضل الحلول. بنحاول نقدم حلول مثلا من الاسعار من موقع انكار. برضه انا بركز دايما على موقع انكار باعتبار ان هو يعتبر اكبر مواقع في كوريا لها مصداقيه، وتم التعامل مع الموقع قبل كده وجبنا منه عربيات والحمد لله ما كانش فيها اي مشاكل بالنسبه للناس. الى ان التقي بكم في فيديوهات اخرى، لكم مني كل التحيات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.